صباح الخير والفل والياسمين، صباحكم سعادة. طالعين اليوم على مشوار والله لذيذ، رايحين على السوق، بس مش السوق المولات، لا. أنا على فكرة عشان تكون عارفين أنا مش من عشاق المولات، بروح بس لأني بكون مضطرة لغرض ما يعني. أما السوق الحقيقي هو السوق المفتوح هذا. هلا حنروح ونفرجيكم أشياء حلوة معنا إن شاء الله. قربنا نوصل على السوق، سوق الراس في دبي. هذا السوق أغلب محلات جملة. هلا أول 300 meters continue straight to stay on Banias Road D85. شكرا. بدنا نضلنا ماشيين بشارع بانياس. هلا السوق هون كثير صعب الباركينج، فإن شاء الله إن شاء الله نلاقي باركينج، وعلى حسب الموقف السيارة بصوركم وشو الأماكن الموجودة. طيب أول سوق دخلنا فيه يعني ايش بدي اقول لكم، ملابس، احذيه، موبايلات، ادوات كهربائيه، كل شيء بتلاقوه. هذا موقف السيارات اللي صفينا فيه تابع للRTA بهيئه الطرق. زي ما قلت لكم هون الشارع هذا سوق جمله، كل شيء فيه، كل شيء. يمكن اول شيء حنروح عليه من هون، أول شيء بنروح على سوق نايف مثلا. هاي البضاعة على فكرة موجودة بالقرية العالمية كمان. محلات عبايات، اللي بحب عبايات رخيصة وكويسة بنت ناس بلاقيها هون. عم بسأله شو الأسعار، الأسعار معقولة نوعا ما. هاي الأشياء اللي هي في كثير ناس بحبوا، أنا صراحة مو ذوقي هذا، بس اللي بحب يعني. هاي العباية البيج حلوة، على الطبيعة أحلى على فكرة. طبعا في كثير محلات جملة ومفرق زي ما قلت لكم، ومحلات الجملة ممكن يكون يعني في محلات بس جملة ما ببيع إلا جملة، وفي محلات لا هيك وهيك. ضلينا نمشي وصلنا لمركز المنال. طبعا هذا مول فيه أقمشة جميلة جدا، وفي ساعات حلوة وذات كل شيء. وهذا السوق القديم اللي هو صار اسمه، أو هو بالأول سوق نايف، مش صار هو سوق نايف. برضو عبايات وهالقصص هاي. وهناك في سوق قماش اللي بدها بوريك. يعني في تنوع كثير كبير، انا هذا اللي بدي اوصلكم اياه، في تنوع كثير كبير بالسوق هون، فبالتالي بتقدروا تيجوا وتشتروا اللي بدكم اياه براحتكم. شوفوا دخلنا على محل قماش، اغلب المحلات كانت مسكره، بس انا مستغربه يا ربي ليش مسكرين؟ اتاري سوق نايف وقت الظهر بيسكروا، بيفتحوا الساعه 5، ما كنت بعرف والله انا. لا سوق نايف ما فيها مسكر، مفتوح. سوق نايف هناك مفتوح، بس هون رشيدي هذا اسمه صح؟ مطروشي سوري، مركز المطروشي كله أقمشة وكل أشياء حلوة، بس استغربت والله إنه هذا. دخلت أنا وأمي هيك على ممر في كله شيل وقماش. أخذنا من الشباب شيل، هذا بسموه سوق الكويت على فكرة. شيل خصوص ماما. واجد حلو. شكرا. في اكسسوارات طبعا، في أمطاط وحركات، فصراحة تسوقنا كويس الحمد لله. تلاقوا كثير محلات بتبيع قطع، هاي احنا بنسميها دشداشه، بس هم بيسموها كندوره بالامارات، ومخوره. هاي شيله سوى شيله فيه كمان بتبيعها مع الشيله. شيله من صوصها في شو هذا شو داخل الشيله فيه. يعني ببيع هو القطعه مع شيلتها اللي بتحب. كم متر في هذا؟ 4.5. 4.5 وار، يعني 4 امتار تقريبا، فبتكفي.
لا حلوين ما شاء الله. صباح الخير والفل والياسمين. يوم جديد ومشوار جديد كمان في أسواق دبي المفتوحة. امبارح ما رحنا على سوق الراس، اليوم إن شاء الله حنروح عليه. احنا حاليا بشارع الكورنيش ومتجهين، شايفين هون الراس شارع بنياس. اوكي شوفوا هون ايش فيه، هاي محطة العبرات هون. طبعا كل شوي ان شاء الله بنركب فيها ونفرجيكم اياها. هون شارع البلدية القديم، وهاي طبعا يعني هاي بتقولوا دبي القديمة، كثير انا بحبها على فكرة. هلا هاي المنطقة اسمها ديرة، المنطقة اللي قبالها اللي حنقطع فيها بالعبرة اسمها برتوبي. وصلنا على سوق الراس. هذا المحل كله رز ما شاء الله. طبعا اجود انواع الرز بتلاقوها هون. هذا السوق اللي احنا ماشيين فيه هلا، اول اشي محلات مواد غذائية، بعدين بصير محلات ادوات منزلية. طبعا هذول ما بيبيعوا بالكيلو هون، عجبني نو ماسك نو انتري. صح، هذا كله جملة. المدرسة الأحمدية بيت التراث. هذا الباركينج هون لأنه كتير قريب على السوق، فبيطلع أغلى من الباركينج اللي احنا صفينا فيه. كان زمان الساعة ب20 درهم، بعرفش هلا كم. أجواء المدينة. هذا لما كنا عايشين لسه في الإمارات احنا كنا نيجي ناخذ من عنده السوفونيرات لرمضان وللعيد وهدايا التخرج والعيد الوطني كله. طبعا مش بس هو، هذا بارتي تايم كمان كثير عنده اشياء حلوه. شوف هاي بدينا بالمحلات والادوات المنزليه، الفرسان، بيت الكريستال. شوفوا هذا محل ادوات منزليه وزجاج تحديدا، دملاج الامارات، دملاج شركه اردنيه تصنيع في الاردن. صراحه كثير بضاعته حلوه. بدكم اكياس، بدكم اظرف، كل شيء بتلاقوه بهاي المحلات. هذا ادوات منزليه والله لا، وفي اشياء كمان للبيت وللطلعات. شوفوا دخلت على محل ادوات منزليه قبل شوي، بس كم صنف اللي عنده بالمفرق والباقي كله ايش؟ جمله. فطلعنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله. سوق المطارخ. هذا السوق كثير بذكرني بالكويت وبالمباركية هيك القديمة. اللي بحبوا الشالات البشمينة حيلاقوهم هون بسهولة. طبعا في أماكن أخرى ولكن موجودة هون. هون هذا المحل بهارات زعفران. هذا إيش هذا الأصفر؟ هذا كبريت. لشو؟ انجليزي يسمونه السولفور فور اكزيما فور الرجي. وهذا أزرق؟ هذا ازرق نيل مغربي. نيل مغربي مع الغسيل؟ ايوه مع الغسيل هذا. بتذكر زمان واحنا صغار كانوا امهاتنا يحطوا على الغسيل الابيض نيله، احنا كنا نسميها نيله. هاي هي. اوكي. طبعا انواع بهارات مختلفه جدا. بهارات. شوفوا الورد. بهارات. كم الورد؟ الورد بالكيلو. هذا بالكيلو 110. 110 درهم. صراحه ممتاز. هذا لافندر؟ نعم. كم اللافندر؟ لافندر كيلو 80. هذا 80 وهذا؟ نعم. هذا 60.
والله دخلت عنده. عندك زرشت؟ نعم. اشوف بس. ايراني؟ ايوه اشوف لو سمحت. هذا مش مجفف. وهذا مش مجفف، بس هذا كمان مش مجفف بس غريب. كأنه يعني ساحبينه. هذا زين ومختلف هيك. دقت حبة غريب. شوفوا هذا الزرشت مش هو الرمان، هذا اشي مختلف، شجرة تانية مختلفة عن الرمان. بيستخدموه الإيرانيين مع الرز، كتير زاكي. بحطوا عليه يعني بقلبوا الزرشت بالزبدة وبحطوها فوق الرز البسمتي، كتير زاكي. جايبين لنا شاي الغزالين هون للأردنية، يعني ما تخافوا ما تقلقوا كله موجود. عارفين ايش هاي سكر بالزعفران، اللي بحب مع الشاي يحطها كثير. اولا بالتقديم شكلها حلو، وطعمها طبعا زاكي بيصير. يا الله هذا الفستق ايش؟ هذا فستق سوبر جامبو رقم 1 ايراني، ما بتحصل اي مكان في دبي. والله كم الكيلو؟ 120 في ديسكاونت. في ديسكاونت، هو بقول لي 120 درهم يعني 24 دينار اردني. بس بقول لي بنعمل لك خصم. يلا تعال نشوف. هذا الملبس على فكره كنا احنا صغار بالكويت ناكل منه. بالكويت موجوده ايراني. هذا شاي بالزعفران والهيل، تي باجز. اللي بحب الزعفران او اللي بحب مثلا يعمل شاي الكرك بتسهل عليه الامور. واشك اي واحد اشوف. انت فرجيني انا بعرف. ايوه يمكن اسماء ما بعرف. لا لازم تاكلي اول. هذا ايوب انت رح تدير بالك على المتابعين عندي. هذه ما في معنى فواكه. شوفي شكلها اول شيء. اوكي هذه طبقات. طبقات من الفواكه. يمكن هذا الله اعلم شكله سوس، الله اعلم. فبقول انه ما في مواد كيميائيه. انواع في مو سوس يا جماعه، طلع كرز وفواكه فعلا كثير زاكيه. قديش هذا ايوب؟ هذا كيلو، 1 كيلو بعد 1000 كيلو ولا 55 هسه ولا 50 ما في مشكله. قال بدير باله علي. قال شوفوا عم بفرجيني انواع الزعفران اللي عنده. هذا الزعفران لانه عندي الحمد لله. هذا كم؟ الزعفران النقين هذا تقريبا 5-6 شهر قبل. اوكي. بس هذا جديد فريش هذا طازه قبل 20 يوم 30 يوم. طيب اشوف شو مكتوب عليه. زعفران رايحه. هذا ايراني. هذا كم بالكيلو او مش بالكيلو يعني؟ بالجرام. انا نبيع بالطوله 10 جرام عشانكم. هذا 90 وهذا 70. 70 التوله فيها 10 جرام. هذا 70 درهم. كم قلت لي؟ 70 درهم وهذا 90 درهم. ال 10 جرام. 10 جرام. عارفين كم 10 جرام يعني؟ للتوفه يعني. اخذ لكم كلمه من ايوب. محلكم. عندنا انواع الزعفران مكسرات وبهارات واعشاب، الحمد لله كل ما شاء الله. اسعار حلو، بضاعه ممتاز. تسوي خصم حق متابعين خالة ام معنا ان شاء الله. الله يرضى عنك. ايوه ايوب العوضي. لف مره ثانيه بليز ايوب. ايوه القدس لنا. عارفين القدس لنا تمر مجدول. في ناس بتسميه مجدول، في ناس بتسميه مجهول. من فلسطين، تمر مجدول فلسطيني. سوق المواعين، هذا اسمه سوق المناظر. اللي بده هدايا تذكارية من دبي بيقدر يجي على هاي المحلات اللي هي الشالات البشمينة سواء ستاتي أو رجالي. وفي الهدايا التذكارية اللي مكتوب عليها اسم دبي أو اسم الإمارات، سواء فناجين قهوة أو فضة. سمع الله لمن حمد. اللهم لك الحمد والشكر. الله اكبر والعزة لله. قبل شو تبغى؟ في زعفران بهارات اشترينا والله. شكرا. تريد في شيلة بدي شيلة بس مش هذا القماش يعني. لا ما بدها من هاي القماشة خلص. ابو معن داير باله على بنته. شايفين هاي الطناجر بيعملوا فيها الهريس على فكرة. السوق الكبير ديرة.
تفضل هذا محل. شكرا شكرا. في داخل الوان اشكال. تفضل الشوف. من وين العبرة بديع؟ عبره من هون. هذا طريق. من هنا احسن؟ يلا من هون. اخر يطلع من سوق اول يمين. شكرا. يعني هذا السوق اللي بيجي على دبي لازم يجي يتمشى فيه لانه في اشياء كثير حلوه. يعني طريقه تصفيه البهارات والاشياء حلوه كثير. السوق كله حلو صراحه والناس هون متعاونين جدا والكل يعني بيرحب والكل بيقول تفضلوا والكل كثير حلو. السوق هون يا جماعه لازم تيجوه لازم لانه فعلا من معالم دبي السياحيه الجميله. طلعنا من السوق ورايحين هلا على العبرة. بدنا نقطع الشارع نروح على السايد الثاني ان شاء الله يرضى انه ناخذ العبرة إلنا لحالنا. هي العبرات قلت لكم احنا في ديرة ورايحين على بر دبي. هلا هو هيك الشكل الحقيقي هيك بيكون. نحاول ناخذه لحالنا نشوف. هذا الشاب هو اللي ساعدنا واخذنا العبرة برايفت. واو تعالنا. هي الجو مش الجولة هي التذكرة بدرهم. درهم رايح ودرهم راجع. اوكي صراحة زحمة. انا قلت ما بدي اطلع يعني بهالطريقة هاي والناس قاعدة جنب بعض بس في ناس ما بتفرق عندهم مو مشكلة. احنا اخذنا جولة نص ساعة بالعبرة. شايفين كيف؟ بدكم تنتبهوا طبعا هاي مفتوحة يعني كثير تكونوا حريصين. النص ساعة هي 60 درهم حسبوا لنا اياها ب50. احنا الآن في خور دبي اللي أمر ببنائه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الله يرحمه ويغفر له. هو والد الحاكم الحالي لإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد. هذا الشبل من ذاك الأسد. حقيقة ما في أي دولة في العالم تطورت مثل ما تطورت دبي. حجم البنى خيالي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا شارع البنوك كله بنوك هون. شايفين العمارة مكتوب عليها رولكس. امبارح بالسوق كل شوي يجينا واحد بدكم ساعات رولكس بدكم شنط بدكم ساعات رولكس. يا عمي ما بدنا رولكس احنا مش بتوع الرولكس يا جماعة. البواخر هاي اللي شايفينها قدامكم هاي بتعمل جولات بحرية مع عشاء اعتقد. ما بعرف اذا في غداء بس انا عارفة انه في عشاء. بعرفش والله هلا قديش صارت الاسعار بس كان زمان اظن ب 150 درهم او 200 درهم على الشخص شيء هيك. هلا هون اجينا على منطقة الفنادق تاعت زمان اول ما طلعوا الفنادق.
صوت الموتور مزعج بس مشوار جميل يستحق وبجدارة. على فكرة احنا لو كنا 10 اشخاص نفس السعر، بس احنا عشان شخصين بيطلع علينا يعني اكثر زيادة، بس يستحق وبجدارة. لما طلعنا من العبرة ما رجعنا دخلنا من السوق، دخلنا من الشارع الرئيسي ولقينا محلات لسه سياحية اكثر واكثر واكثر، يعني طول ما احنا ماشيين في محلات سياحية. طبعا البياعين هون بيحكوا عربي وهندي واردو وايراني وانجليزي وروسي، شطار كلهم. كله كلمات موجود. صباح الخير والفل والياسمين. اليوم مشوارنا مختلف، احنا لسه في دبي، مش تفكرونا بمكان ثاني، لا نحن في دبي، تحديدا في منطقة اسمها مينا بازار او السوق الكبير. هون حتلاقوا اللي بحب الملابس الهندية، اللي بحب الاكل الهندي، اللي بحب الحركات المختلفة. انا شخصيا بحب اجي هون عشان اشتري ساري هندي واعيد تصميمه ليصير لبس او فستان او دشداشة حلوة انيقة، لانه بصراحة ديزايناتهم رائعة. طبعا هذا الشارع معروف انه يعني احلى السواري فيه، سواري يعني ساري، جمع ساري. هذا اللي اشتريت منه لعرس احمد يمكن، صح؟ رائع، هاي اللبسه رائعه رائعه رائعه. شوفوا دخلنا على محل، هاي اللبسه اللي قدامي بتاخذ العقل عن جد جميله جدا لليله الحنه، كثير حلوه. How much is this? This one, ma'am, 970. 970 يعني تقريبا 1000 درهم، يعني يقولوا 200 دينار اردني. حيطلعنا فوق هلا يفرجينا كم شغله حلوين عنده. حلو لبسهم حلو، مالنا مال الحكي. حاطط فساتين سهله للي بتحب كمان. شوفوا هذا المحل بضاعته للحفلات. شوفوا انا حفرجيكم هلا واحده من هدول القطع، اشي بياخذ العقل. هلا بخليه يفردهم. هناك فساتين كمان اللي بتحب. من طلعة الدرج صرت ألاهت. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هاي التنورة فرجيكم الديزاينز اللي فيها. عارفين بالأفلام الهندية لما تطلع العروس هيك. هلا هاي اللي بتنحط على الكتف. شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. This is amazing. Very nice. And this is the blouse, right? البلوزة ما بتيجي مخيطة، بتيجي قماشة وانت بتخيطيها الديزاين اللي انت بدك اياه. حلوة حلوة. Shop name is Kashish. على فكرة اللون أحلى على الحقيقة، بس لأنه هون الإضاءة صفرة. بقول لك everybody come to كشيش. والله ما بعرفه ترى، هيك دخلت صدفة سبحان الله. شوفوا هذا سألته هلا قديش حقه، 3500 درهم يعني $1000، بس طبعا لبسه. هيك أقرب لكم شوي على الفساتين تشوفوا. يعني هدول هذا مثلا ماخذ بين الديزاين العربي الشرقي تاعنا والديزاين الهندي، حلو كتير. नहीं قلت له فرجيني البطيخي هذا هلا. هاي جابني اللون البطيخي، شوفوا ما احلى. هاي التنورة ما شاء الله لا قوة الا بالله، جنن. This one is all handmade. all handmade، كله صناعة يدوية. رائع صراحة رائع. شوفوا هذا سعره 4450 يعني 900 دينار أردني. كم دولار بيطلعوا؟ احسبوا عاد.
فرجيكم هلا الشال تاعه. الله 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 الله، جميل 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 جميل. وهاي البلوزة اللون رائع طبعا، اللون خطير خطير. انت كل اللي عليك تعمليه بس تخيطي البلوزة، يعني اللبسة تقريبا جاهزة. هاي للقبة، اوكي، وهاي للكم، على طرف الكم اللي بتحب تحطه. رائعة، بيوتيفول. شوفوا عم بفرجيني هذا الفستان، هو مش فستان لحاله، هو فستان بيجي معاه بنطلون وبيجي معاه شال، صح؟ برضه لبسه حلوه، بس طبعا اللي فوق خصوصي للعرايس كثير حلو. كشيش، والله حلو المحل. شوفوا يا جماعه عن جد حلو والله. شكرا اختي. عفوا عفوا. عيسى عن مرقت واحدة هندية، فبقولها عنا ملابس هندية وباكستانية للعرايس. انا انتظار ان شاء الله. مش فكرة أنا بفهم يعني أردو، ما بفهم، بس هو فهمت الكلام. يعني ملابس رجالي، ملابس نسائي، كله عندهم. طول ما انتم ماشيين حيجيكم شباب اللي بدها شنط ماركة، اللي بدها ملابس، اللي بدها حيهروا بركم. من أول ما دخلنا على السوق هم بيلاحقوا فينا. شوفوا هذا المحل اسمه لندن فروم دبي. بدي اشوف السواري جوا. وهي كمان فرعوني. عاملين حركات لذيذة، ديزاينات جديدة. شوفوا هذا الموديل الذي ما بتروح موضته ابدا ابدا ابدا. شوفوا chiffon material. This one I have almost the same. I want something different. Yeah, this is different look. This I know. شوفوا عم بفرجيني بهذا، هاي القطعة اللي بتنحط ورا على الظهر بالساري، اوكي؟ فأنا زي ما قلت لكم أنا اي ريديزايند، يعني برجع أصممها عشان تصير فستان. بس أنا بالنسبة لي طبعا ألبس أحمر كثير صعب، بدي ألبس فستان جديد لعرس بنت أختي إن شاء الله. هذا على فكرة لونه أخضر أخضر، يعني برضه مش مثل ما أريد، هو نعوم مقارنة بغيره، بس لا بفضل غيره أنا كمان. شوفوا الشارع كله ملابس هندية، صراحة المحل فيه أشياء حلوة، بس أنا عارفة إني بلاقي أحلى من هيك. فقال لي تعالي أفرجيك المحل الثاني تاعنا، يلا خلينا نشوف شو المحل الثاني تاعهم. طيب هذا حلو، أنا شفت واحد عجبني ما راح أفرجيكم إياه لأنه شكلي راح آخذه. نشوف هلا. هذا حلو. I have more different color also. هذا كثير حلو. ايه